شحال كتفرح بالتيلات الجديد. ما تخافش عليك، لا ما شحال فرحت فاميلي، راني 19 يوم وانا كنتسنى البيض يفقس. اليوم المفاجاه وانا غادي للخدمه، نطلع الفلالس نشوف واش عندهم الماكله والماء، في نفس الوقت نزيد الماء في الفقاصه على حساب الرطوبه، نتاكد من درجه الحراره حتى بدات كتبان لي هذيك البيضه كتحرك. اول حاجه دارها راه تقبها من الداخل بالمنقار ديالو، كيبدا يدفع بالجنحين. الحمد لله ملي كتب لي ربي نعيش هاد التجربه اللي زوين انني ارختها وتشاركتها معك فاميلي. راه معزتكم كبيره وسبقت لي ووعدتكم على ان كاع التجارب ديالي اللي تقدر تفيدكم راه نشاركها معكم. على سبيل المثال هاد البيضه اللي فقست اليوم نشارك معك النمو ديالها كامل حتى تولي دجاجه ولا فروجي ان شاء الله. كيف كتلاحظ راه غير 3 ايام كيبداو يخرجوا الجنحين. المهم فاميلي راه كاينين المربيين كيعاونوا الفلوس باش كيخرج من القشره. انا شخصيا كنخلي الفلالس هما يخرجوا لراسهم، راه هذه عمليه طبيعيه كيعلمها لهم الله سبحانه وتعالى. غير في شي احيان راه لازم المساعده، بالاخص ملي كتكون القشره ديال البيضه قساحت. هذا الشيء كيكون ناتج على النقص في نسبه الرطوبه، يعني شحال مرتبط القشره ديال البيضه راه كيتقبها باش يتنفس في الاول شي دقائق. من كيهز الرحال ديالو راه كيبدا يدفع بليديه وبجنحيه حتى كيخرج الجسم ديالو كامل منها، كيبقى غير يقتات منها، يعني ياكل منها مره. غادي نخليك حتى تنشف ونجي نخرجك من هنايا. نشوف فين مخبي هذا ولا هادي. هي مادام كنت اصغر من الكتاكيت الاخرين غادي نعزلك عليهم باش ما يحقروكش، راهم كبر منك. نفس الوقت خصو يرتاح بلا ما يجيو الاخرين ينقبوه، غير يتعلم ياكل ويشرب. نفس الوقت راهم غادي يشوفوا ويسمعوا بعضياتهم، غير يكبر ان شاء الله شويه نخلطهم. انت فهمتي، خليت هذه باش نبقى نهز. ما غادي تبقاو مع بعضياتكم، ما غنديروا لكم لهيه الماكله من هنايا. تبارك الله بداو كيديروا جنيوحات هذا. الترمومتر اللي ما كيحتاج حتى شي حجره. هذا الماء حتى هو هنا. بارك الله والصلاه على النبي. اول علامه باش غنهزو بعدا راه ناشف كيف كتشوف، يعني ناشف لي الريش ديالو. اجي معايا بسم الله. اجي ما تخافش عليك، لا ما تخافش. تبارك الله والصلاه على النبي. انت دارك الجديده وهالي كوزا هما هنايا. هذه فيها التقوى، هذه حتى هي فيها التقوى. ربي يدير لنا التيسير، اللهم زد وبارك يا رب العالمين. اش كدير داك الشفار؟ مزيان، راه كيفاش غادي يوريوه كيفاش غادي يبدا ينقض حتى هو. راه كل فلوس كيتعلم من راسو فاميلي. هذاك الشريط مجا معاهم مزيان باش تكون عندهم من سوسيابيليتي. شوف تبارك الله، هذا خليط ديال سلاله الليغورن مع السلاله ديال اللومان، وهذا خليط ديال الورفيك مع اللومان، وهذا راه ايام سيماني على با امو. مساله مهمه، هذا الانكوباتور بلاش فاميلي، هذا عمرني ما غادي نعاود نستعملو. المشكل في درجه الحراره اللي ما كتكونش راسيه، كتهبط وكتطلع. ثاني حاجه الرطوبه ما تقدرش تحكم فيها بتاتا. من جهه اخرى نسبه النجاح ديالو هي ديال 2/10. درت فيه 10 ديال البيضات، يلاه فقسوا منهم 2 فاميلي. هذا غنعطيه لشي واحد كيدير الزواحف. بالنسبه للعلف اللي درت لهم الديماراج هذه المره فاميلي راه هو هذا، هو بميكس تاع فاميلي كنديرهم حنا مع الخبز ديال الدار داكور. وهذا حتى هو كناخذوا لا بارتيكولاريتي راه بيو. السيمانه الاولى غادي نخلط لهم الراس ما بين ما ديك الساعه باش غادي نمشي نشري لهم العلف الاخر اللي كيكون هو حبات، خاصني كل مره نعاود نميكسيه. دونك هذه المره مادام خديت لهم هادو كيف كتشوف اصلا بيو، هادو ما غاديش نحتاج نطحنهم. هنا كاين الخليط ديال كاع داكشي اللي غادي يحتاجوه في النمو.